تعرفي ان في ستات كتير بتدخل حياة الراجل وبيبقى كأنهم مش موجودين، لدرجة انه ممكن ينسى حتى اسمه. لكن في ست واحدة بس هي اللي بتعلم معاه وبيفضل فاكرها طول العمر، عمره ما بينساها. مهما اتخانقوا او بعدوا بتفضل في قلبه وبتفضل معلمة في باقي حياته. على فكرة الست دي ممكن ما تكونش جميلة ولا شيك ولا الكلام اللي في دماغك ده خالص. الست دي بتختلف عن أي ست تانية في الطاقة اللي بتديها للراجل. خليكي معايا في الفيديو ده وهقولك ازاي تخليه يتمسك بيكي مهما حصل، وعمره ما هينساكي حتى لو بعدتوا. الراجل بطبيعته بيحب التحدي، بيحب الحرب، بيحب يحس انه كسب حاجة وان اخد حاجة محدش يقدر ياخدها غيره. الراجل بيحب يحس انك مش متاحة، لازم يكون ليكي حياتك وليكي اولوياتك. لو بعتلك مثلا رسالة زي ما قلتلك قبل كده، اوعي تردي في ثانية. لازم يكون ليكي شخصيتك وكاريرك وصحابك وشغلك ونجاحك، ما يحسش ان هو اولى اولوياتك. بس مش معنى كده انك تبقي باردة او تتجاهليه، تبقي موجودة لكن مش متاحة على طول، علشان يحس انه لما قدر يكلمك او يكون معاكو يكون عمل انجاز. خليه يحس ان الكنز مش سهل يوصله. تاني خطوة، خليه يربط وجودك في حياته بالراحة والأمان والتحفيز. اسأليه عن أهدافه، عن أحلامه، عن نفسه يبقى فين بعد 10 سنين. مش عشان تردي، لأ، عشان تفهميه. عشان الراجل بيحب الست اللي بتفهمه ويحس إن مفيش حد زيها. لما يمر بضغوط أو يقع خليكي جنبه من غير ما تلومي أو تشتكي، علشان لما هتبقي جنبه هو هيحس إنك مصدر أمان ليه. شجعيه، دايما تقوليله كلام يحس إن هو مش موجود غير عندك، أفكار تديهاله يحس إنك بتضيفيله جديد، مش موجودة في حياتك